شفنا في الملخص اللي فات تحدي صيادين كوريا واليابان، وبالاخص تحدي سونج ورئيس الصيادين جوتو، وشفناهم لما نزلوا على جزيره جونجو وبداوا مهمه التخلص من النمل والقضاء على الملكه. وصيادين كوريا دخلوا جحر الملكه وقفلوا الفتحه بتاعته بالستاره من النار، واجهزه التشويش من الاشاره قطعت التواصل بين الملكه وباقي النمل. وشفنا صيادين اليابان بعد ما قضوا على عدد كبير من النمل، فجأة صيادة منهم راسها بتطير وهي واقفة وفريقها ما بقاش عارف فيه ايه ومين عمل كده. استعد بقى لجرعة الأكشن الرهيب يا أسطورة منك ليه. بس قبل ما نبدأ خلونا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وبنرجع تاني وبنشوف الصياد فجأة لقى راس زميلته طارت من على جسمها وما بقاش عارف فيه ايه، وقال لزميله في حاجة موجودة هنا خلي بالك واستعد لأي هجوم. ولسه ما خلصش كلامه ولقينا راسه هي كمان طارت من على جسمه. اوبا، هو في ايه يا جدعان؟ والصياد التالت لمح ضوء بيجري بسرعه رهيبه، قال له اخيرا لقيتك، وجري وراه. ولسه هيطلع سيفه راح راسه وهي كمان طارت مع اخواته. يلا علشان تونسوا بعض بقى. وبقت جثثهم هم ثلاثه على الارض جنب جثث النمل دي. شكلها هتبقى حلقه دمار الدمار يا رجاله. وبنرجع لصيادين كوريا اللي في جحر الملكه بعد ما قفلوا الفتحه بتاعته ونازلين قتل في النمل الابيض العملاق، وده بيكون نمل حارس للملكات. والصيادين بتتعاون مع بعض كلها في القتال علشان يقضوا عليهم. وبعد ما خلصوا على عدد كبير منهم قالوا احنا كل ما نقرب من الملكه النمل بيكون اقوى واصلب، كويس ان عددهم مش كبيره. الصياد المعالج اللي معاهم قال لهم ولو كبيره يا جماعه ما تقلقوش خالص، اطمنوا انا معاكم. الصياد ده بايك قال له بجد كويس انك معانا النهارده، شكل اليوم صعب قوي وهنحتاجك كتير. المعالج قال لهم بس عايزكم تتاكدوا من موت النمل كويس قبل ما تمشوا. وقالوا كل النمل اللي قابلناه بيمشي، يعني ده من الجيل الاول، ولسه ما قابلناش النمل اللي بيطير. شكلنا قدامنا وقت طويل على ما نوصل للملكه اساسا. الصياده اتشقلت لهم انا شم ريحه جامده لوحوش جايه من اعماق الكهف يا جماعه. وقالوا للصياد ده بايك انت مش عندك قوه للتبصر، ما تشوف لنا كده في ايه قدامنا يا معلم. الصياد بايك بص كده ودخل لاعماق الكهف ولقى كميات مهوله من البيض وجيوش من النمل، وفي اخر الكهف الملكه واقفه وسطيهم. وقال لهم الملكه قدامنا لكن في اعمق نقطه في الكهف، وبيننا وبينها الاف من جيوش النمل الحارس، بس احنا صيادين الرتبه اس ومع بعض هنقدر نتخطاهم ونقضي على الملكه ان شاء الله. انتوا مش جاهزين ولا ايه؟ قالوا له جاهزين طبعا ومستعدين. ودخلوا كلهم لاعماق الكهف بحثا عن الملكه. ومن ناحيه تانية بنشوف اتنين من الصيادين بتوع اليابان بيجوا المكان زميلهم اللي ماتوا من شويه، لان الاتصال معاهم انقطع ومش عارفين سببه ايه وهم فين، وما لقوش غير جثث النمل على الارض، والصيادين ما لهمش اي اثر. لكن في واحد فيهم بس بيلاقوا نضاره واحد من الصيادين وقع على الارض لكن جثته مش موجوده. وفجاه الاتنين بيحسوا باهاله غريبه بتشل حركتهم وبتألمهم وبتمنعهم من الحركه كمان. وفجاه الارض بيخرج منها بلورات بتخترق اجسادهم وبتدمرهم. وبنشوف ظل لذكر النمله الملك اللي خرج من البيضه الكبيره دي وطلع هو اللي ورا كل حالات القتل دي يا ابن اللذينه. وبنشوف اتنين صيادين تانيين من فريق اليابان في شوارع الجزيره وبيقولوا في اتنين من فريقنا انقطعت الاشاره معاهم، وفجاه لقوا قدامهم جيش من النمل داخل عليهم. وصيادين كوريا بيوصلوا للملكه وجيوش النمل الحارس اللي بيحرسوها قدامهم وداخلين عليهم باعداد رهيبه. المعالج قال لهم مش عيب يا جماعه المفروض نرحب بالملكه برضو احنا في حضرتها. واحد منهم قال له انا هلقي التحيه عليها وسعوا لي بس كده. وفعل طاقته السحريه وجسمه تضخم، والرئيس تشوي فعل سحر النار وبدا يحرق في افواج النمل اللي جايه عليهم. وبايك قال دلوقتي هوريكم قوتي الحقيقيه، وتحول بالكامل لنمر ابيض ضخم وشرس جدا، وطلعت هي دي قوته الكامله. ونزل عليهم قتل واضح انه قوي جدا جدا جدا. وكان معاهم واحد مصور علشان ينقل اللي بيحصل في بث مباشر صوت وصوره على شاشات التلفزيون للحكومه والشعب في آن واحد. والمخرج قال له في المايك قرب يا غبي المشاهدات على اخرها، عايزك تظهر اللي بيحصل بالظبط. المعالج قال له رايح فين يا ابني انت عايز تموت؟ خليك بعيد وصور من بعيد يا حبيبي. وبنشوف الناس وهي واقفه في الشوارع والميادين والحكومات وكل الناس بتتابع اللي بيحصل على الجزيره لحظه بلحظه. والصيادين نازلين قتل في النمل بكل قوه، واحد فيهم نزل عليهم بوابل من السهام اللي رشقت فيهم، وبايك نازل قتل في النمل الابيض الحارس بكل قوه. والصياده تشاء برشاقتها بقى وسيفها لحد نازله فيهم تقطيع وقتل ومش عاتقه حد خالص. وبعد ما قضوا عليهم كلهم ما بقاش غير الملكه اللي بتهجم عليهم.
جنودهم وبداوا يتحدوا علشان يضربوها، ولكن الضربات مش مأثره فيها. ملكه برضه قويه برضه بنت اللذينه وضخمه جدا، واطلقت عليهم غاز سام حرق جلدهم، ولكن في ثانيه المعالج قدر انه يعالجهم ويشيل اثار السم ويرجعهم لطبيعتهم تاني. النمله جت تهجم عليه صياد ده وقفلها وقال لها الا المعالج بتاعنا في ايه مالك؟ ورئيس تشوي حاول يحرقها بقوه النار لكنها ما اتاثرتش فيها، واطلقت صيحه كبيره جدا بصوت عالي وكانها بتطلب مساعده، والتفوا حواليها وكل واحد مسك رجل من رجليها ونادوا على الصياده تشا وقالوا لها بسرعه جه دورك بقى، اللي طارت بكل سرعه ورشاقه ونزلت فيها تقطيع بسيفها لحد قطعت كل اطرافها، وفي الاخر نزلت عليها بسيفها وفصلت راسها عن جسمها. الله عليك يا تشاي جامده وعلى قوتك الرهيبه. وكل الناس في العالم فرحت بقى ان اخيرا الملكه تم القضاء عليها وماتت وخلصنا من النمل وشره. ورئيس الجمعيه قال اخيرا بعد ده كله خلصنا من الهم ده. والصيادين قالوا دلوقتي بعد موت ملكه النمل مش هيبقى في بيض جديد، والنمل اللي موجود هينقرض خلال سنه بالكتير، والجزيره هترجع صالحه ان البشر يعيشوا عليها من تاني. بس بايك قال انا مش مريحاني صيحتها الاخيره اللي عملتها دي. قالوا له يا اخي ما تبقاش بقى نكدي بقى وسيبنا نفرح بنصرنا شويه، احنا اخيرا قتلنا الملكه يا جدع، ده كان حلم لينا من زمان واخيرا اتحقق. بس اجهزه الانذار اظهرت ان النمل كله راجع لجحر الملكه من تاني، واجهزه التشويه ما بقتش مأثره فيهم، وبنلاقي الحاجز اللي عملوه اتحطم وجيوش النمل راجع تاني. والصيادين حست بهاله النمل وعرفوا ان الحاجز انهار، وقالوا اكيد ده بسبب الصيحه اللي الملكه اطلقتها قبل ما تموت. وحتى لو ده صحيح النمل مستحيل يقدر يخترق الحاجز اللي رئيس تشوي عمله. وبايك بيحس بحد بيقرب منهم وعنده هاله قتل قويه جدا، وكلهم بصوا ولقوا نمله سودة داخله عليهم وماشيه على رجلين فقط، وحجمها مش كبير، بس اول لما بصيت لهم طلع منها هاله قتل مرعبه مفيش حد فيهم شافها قبل كده خالص، لدرجه ان الصياده تشا وقعت على الارض وما قدرتش تستحملها، وقالت انا مش قادره استحمل ريحه القتل ولا الهاله المرعبه اللي قدامي دي اقوى هاله انا حسيت بيها في حياتي. والنمله داخله عليهم بكل ثقه، وفي ثانيه عدت من جنبهم من غير ما حد يقدر يوقفها ولا ياخد باله، ووقف جنب الملكه الميته وفضل ياكل في دماغها وصرخ وخرج منه هاله قويه، وكلهم باصين عليه وهم مذهولين. وفجاه بص للشاو كانه عرف ان هي اللي قتلتها، والبنت لسه بتتفاجئ لقيته جه وراها واداها ضربه كسر بيها ضلوعها وطيرها لاخر الكهف لزقها في الحيطه. والصياد التاني تضخم وقال له ما تستهونش بينا، ومسك دراعه وراح بكل سهوله كسر الدراع بلمسه واحده بس وقطع له ايده الاتنين. يخرب بيت قوتك يا جدع. وبايك لسه هيهجم عليه راح بمخالبه رسم على صدره خريطه وقطعه طرنشات هو كمان. ورئيس تشوي حاول يضرب عليه نار لكن في ثانيه لقاه واقف قدامه وبايده ضربه ضربه واحده شقه نصين. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ والصياد الخامس ضربوا عليه سهم من سهامه لكنه اتفاجئ انه مسك السهم بايديه وطار عليه واداله ضربه طيره، ونزل فيه ضرب لما كسر عظامه. بس المعالج استخدم تقنيه التخفي وعالجهم كلهم، وقال كويس انه مش شايفني بكده اقدر اساعدهم في القتال معاه. والصياد الضخم بعد ما ايده رجعت بسبب المعالج حاول يضربه ولكنه كان بطيء جدا بالنسبه ليه، والنمله مسك رجليه وشالته ونفضته يمين وشمال ومسحت بيه الارض لما كسر عظمه اللي جابوه. عمل فيه زي هالك لما كسر لوفي فيلم الافينجرز. لما صياد يا عيني جاب اخره والمعالج لسه هيعالجه اتصدم لما لقى النمله بتبص له وقال يا سنه سوحه يا اولاد، ده شافني ولا ايه مع اني متخفي؟ والنمله في لمح البصر طار عليه والكل اتصدم لما لقوه اخترق جسده بايده وعداها من الناحيه التانيه وقتله في غمضه عينه. لسه المعالج بيقول بايك اهرب من هنا يا زعيم، النمله الجحده راح واكل راسه كمان في مشهد فظيع قدام الجميع والكل واقف ومصدوم. بايك اتغاظ جدا وطار عليه راح رميه بجثه المعالج وطار وراه ومسكه من رقبته ورفعه لفوق وخنقه لدرجه ان قوه بايك راحت ورجع لطبيعته. ولقى النمله بدات تتكلم بعد ما اكلت راس المعالج، واتاريها لما بتاكل راس حد بتحصل على الوعي بتاعه، علشان كده لما اكل راس الملكه عرف اللي حصل معاها. وقال له كلكم ضعاف علشان كده قتلتوا الجنود الضعيفه زيكم، بس انتوا قتلتوا الملكه بتاعتنا، وقتل جنود ضعاف زيكم مش هيكون كافي. فين الملك بتاعكم عشان اكله؟ وفجاه حس بهاله شخص قوي جدا جايه من الخارج بتاع الكهف وساب بايك وطار بسرعه عشان يروح ليه. بايك قال ده اكيد جوتو رئيس صيادين اليابان، احنا لازم نخرج من هنا بسرعه، جيوش النمل جايه واحنا ما بقاش عندنا قوه ليهم. وبنشوف الصياد جوتو مع 2 من مساعديه وهم رايحين يشوفوا باقي الصيادين بتوعهم اللي مش بيردوا على اللاسلكي ومش عارفين عنهم حاجه، وقالوا اكيد
في حاجه غلط بتحصل، لان مش فريق واحد اللي مش بيرد، ده اكتر من فريق. وجوتو كلم فريق برافو اللي في شوارع الجزيره وقال لهم انتوا اخر مره تواصلتوا مع فريق الفا امتى؟ قالوا له من بدري يا ريس، ومن ساعتها وما حدش فيهم بيرد على اللاسلكي. سالوه نروح نشوف هما فين يا زعيم؟ قال لهم لا انا رايح، انتوا استنوا في المكان اللي هنتجمع فيه واستنونا. ولما وصلوا لقوا 2 من الصيادين مقتولين بطريقه بشعه، وكلم القياده في اليابان وبلغهم ان في خسائر في الصيادين. الرئيس قال له ازاي انت مش امرتهم انهم يقتلوا النمل الجنود بس علشان يتفادوا المخاطر، وصيادين كوريا هم اللي دخلوا الجحر للملكه وهيقاتلوا النمل الحراس الاقوى؟ جوتو قال له اكيد اعداد النمل كانت اكبر منهم بكتير وما قدروش عليهم. المدير قال له طالما انت موجود يبقى مش مشكله نخسر شويه صيادين يعني، المهم دلوقتي قول لي صيادين كوريا لسه في جحر الملكه ولا ايه؟ قال له ولكن اجهزه التشويش فشلت وكل النمل فجاه رجع للجحر من تاني ومش عارفين ليه. قال له تفتكر ممكن ينجو ويخرجوا من جوه سلام؟ قال له والله بعد ما شفت قوتهم يوم التدريب ما افتكرش يا كبير، نسبه خروجهم تقريبا 0% من جوه. قال له خلاص احنا عملنا اللي علينا وساعدناهم، ولكن كده قوتهم أبيدت كلها على الجزيرة. انت جمع صيادينك وانسحبوا وانضموا للفريق التاني اللي في البحر عشان ننظم الهجوم التاني. كده احنا اضعافنا كوريا ما بقاش عندهم صيادين من الرتبة اس، ونقدر نستولي على البوابات من الرتبة اس وكلها وتكون لينا لوحدنا. يلا بقى اتجمعوا دلوقتي وانضموا للفريق الهجومي التاني في البحر علشان نستعد للهجوم ونكون احنا اللي خلصنا الجزيرة. جوتو لسه بيقول لمساعدينه هنتراجع دلوقتي وهنجمع قوتنا ونرجع تاني، لقى قوة رهيبة جاية بسرعة من وراه، وفي لحظه طلع سيفه وصد ضربته، ولكن انه النمله طارت راس المساعده بتاعته اللي كانت واقفه جنبه. الصياد التاني صرخ عليها وهو مش مصدق ولا شاف اللي حصل. جوتو قال له بسرعه انت انسحب من هنا وانضم الفريق برافو، واجتمعوا بباقي القوات واستعدوا للهجوم التاني. قال له مش هسيبك يا زعيم. قال له اسمع بقى اللي بقول لك عليه ده. قال حاضر وطار بسرعه، والنمله وقفت قدام جوتو اللي قال عندك هاله قتل مرعبه. النمله قالت له انت ملك البشر؟ جوتو قال نمله غريبه وتتكلم؟ لا ده انتوا اتطورتوا جامد فعلا بقى. اسمع بقى يا حسالة اللي زيك في بلدنا بندوس عليهم بالشبشب وبنقتلهم. ايوه انا ملك البشر، انجز بقى وهات اخرك. النمله استعدت ليه وخرجت طاقه سحريه رهيبه. جوتو ما بقاش عارف في ايه ولا هو فين، وقال الهاله السحريه دي انا حسيت بيها قبل كده لما حسها قدام سونج وهو بيتحداه، وفجاه سيفه اتكسر. وبنرجع لجيوش النمل اللي داخله بالالاف هجوم على صيادين كوريا المصابين في جحر الملكه، وهم بيحاولوا يقاوموا بما تبقى معاهم من قوه وسحر. والرئيس تشوي بيحاول يضرب عليهم نيران ويحرقهم، ولكن قوته خلاص بتنهار. وانا بحاول اعمل المستحيل لكني مش قادر. بايك قال خلاص دي النهايه ولا ايه؟ حتى تشوي اللي كان املنا الوحيد ما بقاش قادر يصمد اكتر من كده. والنمل الطاير وصل مع النمل الحارس والجنود وداخلين على الصيادين باعداد مهوله وقوه رهيبه. بايك قال خلونا نموت واحنا واقفين وبنقاتل، خلاص دي النهايه يا رجاله. لكن في اخر لحظه خرج من ظلهم جنود الظل اللي كان سونج سايبهم معاهم، ووقفوا بينهم وبين النمل وصدوهم عنهم وعملوا دروع. بايك بص ما بقاش مصدق وقال مش معقول جنود الظل بتاعت الصياد سونج. وهنا بنشوف حبيب قلوب الملايين بقى، لا مش ابو تريكه يا جماعه، عمنا سونج جينو. اتاريه كان بيراقب اللي بيحصل من خلال جنوده اللي كان سايبهم في ظل الصيادين. طب كنت فين من بدري يا عمنا الله يرضى عليك؟ لقيناه واقف واستعد للقتال وقال استعنا عشاء بالله. مبادله بقى يعني، هيبدل نفسه مع جندي من جنود الظل على الجزيره. وهنا مع كل الاسف والحزن والالم بتنتهي حلقتنا النهارده يا اساطير. استنونا في الملخص اللي جاي اللي هيكون دمار، علشان نشوف سونج بعد ما ينضم ليهم في القتال هيحصل ايه، ويا ترى هيعمل ايه مع النمله بنت الجزمه دي واللي نازله قتل بكل وحشيه في الصيادين ومفيش حد قادر يقف حتى قدامها. ويا ترى الرئيس جوتو هيقدر يسد قصادها ولا برضه هتحط عليه؟ ده اللي هنشوفه في ملخصنا اللي جاي ان شاء الله. اتاكد بس انك مشترك في القناه علشان تتابع الملخص اول لما ينزل ان شاء الله، ولا تنسى تسيب لنا رايك في تعليق. واخر كلامنا خلونا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وسلام.